رد أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغربي على اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة. وقالت تقارير فرنسية إن فتاة تبلغ من العمر 23 عاما تقدمت ببلاغ إلى الشرطة بشأن تعرضها لاعتداء جنسي من قبل اللاعب المغربي. وتضمن البلاغ أن أشرف حكيمي تحرش بالفتاة جنسيا في منزله، ووفقا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية فإن أشرف حكيمي رد بأن هذه الاتهامات الموجهة له خاطئة تماما. يذكر أن الشرطة الفرنسية تحقق حاليا في الواقعة، ولم يتم توجيه اتهامات حتى الآن إلى النجم المغربي، ولم يصدر نديه أي رد رسمي حتى الآن. وكان أشرف حكيمي قد غاب عن مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا الأحد الماضي في الدوري الفرنسي بسبب إصابة عضلية. شكرا جزيلا لمشاهدتكم ترندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.